29 دقيقة بعد 1 بإذاعة الجزائر. يختتم اليوم بجنيف المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة هيئات دولية منها اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي تتمسك بمطلب إلغاء حكم الإعدام بالجزائر وتضم صوتها إلى المجموعة الدولية وهيئة الأمم المتحدة الداعية إلى ترسيخ حقوق الإنسان ووقف تنفيذ حكم الإعدام، وهو ما يتحدث عنه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في هذا الاتصال لفيزا جلول. حاليا راها لجنة استشارية حماية حقوق الإنسان تشارك في واحد المؤتمر موجود في جنيف. كاين بعض الدول وبعض الهيئات المنظمات والشخصيات انها يناضلوا من اجل الغاء عقوبة الإعدام. الجزائر فعلا ولا بد من واجب عليها انها تشارك واعطت رايها انها كذلك احنا كاين رغبة في الغاء عقوبة الإعدام. المؤتمر مازال جاري، شوفوا في اخر مطاف لائحة اللي ممكن يتمضى عليها لا اقل ولا اكثر، ولكن رغم ان على الشيء اللي قال هنا وهناك اللجنه ما عندهاش ماهيش المشرع الجزائري، واللجنه ما عندهاش السلطه الكافيه باش تلغي عقوبه الاعدام. هذه قضيه المشرع ماهيش قضيه اللجنه. طالبنا حقيقه وطالبنا السلطات بكل احترام لكل الحساسيات الاخرى، ولكن طالبنا الغاء عقوبه الاعدام. انها الاغلبيه من البلدان في العالم خاصه البلدان المتقدمه حقيقه حصلت على الغاء عقوبه الاعدام لعقوبه فات وقتها لا اقل ولا اكثر.